تحديث جديد من جمارك الموبايلات، ودي معلومة مهمة لأي حد مغترب في الخارج برا مصر. المعلومة دي مهمة لك، لازم تسمعها وتعمل لها مشاركة علشان غيرك يستفيد. لو انت خارج مصر ومعاك تليفونك الموجود معاك حاليا وركبت عليه شريحة مصرية، كنت بتنزل الأول في المطار وتسجله، الموضوع كان بيشتغل معاك والتليفون زي الفل. حاليا للأسف اتمنع الكلام ده بعد التحديث الجديد. لو انت معاك التليفون بتاعك وركبت عليه شريحة مصرية وانت خارج مصر، لما تنزل تسجله للأسف هتجيك رسالة برضو بعد ما تطلع من المطار انه عليك ضريبة ولازم تدفعها بعد 90 يوم. طيب تعمل ايه في المشكلة دي؟ لو انت رايح تشتري تليفون جديد من بره مصر، ما تركبش عليه الشريحة المصرية ابدا، ركب عليه اي شريحة تاني ما عدا الشريحة المصرية، علشان لما تنزل تسجله ويتسجل معاك من غير اي ضريبة. ويستحسن لو انت اشتريت تليفون فيما بعد خليه بالعلبة بتاعته وسجل في المطار وهو مكفول، هيكون افضل ليك. لكن اي حد حاليا في الخارج بره مصر ومعاه التليفون بتاعه وحط فيه شريحة مصرية، للأسف هتدفع الضريبة، يعني هتدفع الضريبة. ده التحديث الجديد من جمارك الموبايلات. وانا بقول لك المعلومة دي علشان في ناس بتجيب اجهزة ايفونات والترا سامسونج بارقام عالية وبتوصل الضريبة ل20 و22 الف جنيه. بقول لك على المعلومة دي علشان تاخد بالك. تنساش تعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفيد بالمعلومة. تحياتي ليك، بحبك في الله.